قناة الشمس بعد موضوع اللي حصل بتاع أم مكة والمشاجرة اللي حصلت بسببها أم مكة اتقبض عليها. فقناة الشمس نزلت بيان بتقول ايه فيه بقى، بتقول فيه اللي احنا نقراه مع بعض دلوقتي. بتقول ردود الفعل على واقعة القبض على أم مكة تؤكد أن الشعب المصري ما زال بخير، ويرفض تماما هذا النوع من الفوضى والانحراف عن القيم. ما حدث داخل الاستوديو قناة الشمس لم يكن مجرد تجاوز، بل كان استعراضا فجا للبلطجة والفوضى، حيث تسببت أم مكة في تعطيل العمل داخل استوديو قناة الشمس لأكثر من 3 ساعات، مستخدمة أسلوبا صادما أثار دهشة كل من كان حاضرا. من أين جاء بكل هذا الجبروت؟ الأمر الآخر الذي يثير الاستغراب حقا هو استغلال المذكورة لعلاقتها بالفنانة وفاء عامر والمتاجرة بذلك وصولا لحد التهديد بذلك. فقد استخدمت أم مكة اسمها في تهديدات صريحة لموظفي القناة، بل وفتحت رسائل صوتية من الفنانة وفاء عامر أمام الحضور في محاولة واضحة للضغط وبث الخوف لموظفي قناة الشمس، وكأنها تستمد شرعيتها من هذا الدعم. فهل تقبل الفنانة وفاء عامر بذلك أو تدعمه؟ تم تحرير بلاغ رسمي وتوثيقه بما حدث داخل القناة، وتباشر نيابة 3 أكتوبر تحقيقاتها، ونكن لها كل الاحترام والتقدير. فنحن نعيش في دولة سيادة القانون، وسوف نوافيكم بأي تطورات. ده الكلام اللي كتبته قناة الشمس بخصوص الواقعة بتاعت أم مكة، وان هي قد ايه مستاءه من اللي حصل ومش متخيله ليه حصل كل ده، وكمان مستغربه من ان هي كانت بتهدد الناس اللي موجودين في قناه الشمس بالفنانه وفاء عامر. برضو الكلام ده ذكره احد العاملين في قناه الشمس. قال ان هي حتى وهي خارجه من النيابه برضو قعدت تهدد الناس اللي حواليها او الناس اللي كانوا معاها في التحقيقات من قناه الشمس، قعدت تهددهم بوفاء عامر وهي خارجه من النيابه. وبرضه زي ما مكتوب هنا في الكلام ان هي هددتهم بوفاء عامر لما كانت في القناه او اثناء المشاجره معاهم في القناه. فهم مستغربين ليه وفاء عامر هم واخدينها كوسيله ضغط عليهم يعني. وهل وفاء عامر ترضى باللي حصل ده زي ما هم بيتكلموا او كاتبين في البيان بتاعهم اللي هم مستغربين يعني. فده الكلام اللي هم كتبوه او البيان اللي طلعته بقناه الشمس بخصوص واقعه ام مكه. ولسه التحقيقات شغاله، وكمان عرفنا ان اتقبض كمان على ام ساجده، وزوج ام مكه كمان اتقبض عليه، والتحقيقات شغاله. واتمنى ان شاء الله باذن الله يعني يظهر الحق ان شاء الله، وكل شخص اخطا ياخد جزاؤه باذن الله. واتمنى برضو ان قناه الشمس او اي قناه عموما لما تكون عايزه تستضيف حد لازم تاخد بالها هي بتستضيف مين، وتاخد بالها هل الشخص ده فعلا عمل انجاز ولا لا، لان هو مش مجرد مشاهداته بس قد ما فكره انت بتضيف ايه للشخص اللي بيتفرج. انت كده بتساعد من غير ما تقصد كقناه انك انت تلمع نماذج ممكن تكون ما انجزتش اي حاجه في حياتها او ما عملتش حاجه قيمه او مفيده. فدي حاجه من الحاجات اللي اتمنى كل القنوات تتعلم منها وكل المذيعين يتعلموا منها، الشخص اللي يكون فعلا يستحق ان هم يستضيفوه يكون حد عمل انجاز.